اهلا بيكم في كاس عالم طلبات، كاس العالم اللي بيتلعب بجانب كاس العالم الحقيقي، ويمكن يكون اقوى من كاس العالم الحقيقي. انا بس حاسس غريب انه ده كاس ده النهائي المبكر، ده النهائي الحقيقي. عارف انت لما بيقول لك النهائي. النهائي اللي كان ايه، كان المفروض يتلعب. ايوه ما هو ده نهائي الشعب. ايوه ده النهائي اللي مش الناس بتعمل فيه كده على طول وبتجاوب من اول ثانيه. الناس بتهزر وناس لذيذه روح حلوة. بالراحه واحده واحده كده. وبعدين انا نفسي عز يكسب، يعني انا والله وانا نفسي يوسف ايه الروح الرياضيه دي؟ حبيب قلبي. عامه انا حاسس دي اجواء دور ثالث فعلا. ايوه ماتش دايما ثالث ورابع. الثالث والرابع. ده حقيقي. تفتكروا مين هيكسب طيب؟ عز اخويا طبعا، انا اللي هكسب. ايوه ان شاء الله جو هو اللي يكسب. دي الاجابه الحقيقيه، هو حاسس هو اللي هيكسب. لا بص احنا هنلعب فعلا كده، مش اللي هو انتوا برضو اكتبوا يا جدعان تفتكروا مين هيكسب، اكتبوا في الكومنتات، ويلا نبدا باول تحدي. أول تحدي هو تحدي تخمين المنتخب. في كل دور هقول لهم 3 معلومات عن منتخب في كأس العالم، اللي هيجيبها صح من أول هنت هياخد 3 نقط، لو جابوها صح من تاني هنت هياخدوا نقطتين، واللي هيجيبها صح من آخر هنت هياخد نقطة واحدة. بس لازم يخلوا بالهم عشان كل متحدي ما ينفعش يخمن غير مرة واحدة. فاهمين اللعبه اكيد. أيوة. انتوا لعبتوا لعبه شبيهه عامه في ماتشاتكم الاولانيه، انت ساعتها كنت بتاخد ريسكات شويه. لا ده انا عايز اخد ريسكات بقى. هتاخد اكتر. انا انت كنت خايف شويه. انا عايز اخد اكتر. انا رايي ان هي ما كانتش استراتيجيه على قد ما هو كان، انا مش عارف. هنبدا باول منتخب، والهنت الاولاني لاول منتخب هو ان المنتخب ده وصلوا لدور ال 16 من كاس العالم 4 مرات، وخسروا في كل مره وصلوا فيها. بس ده مش مشاركاتهم في البطوله بس ال4 مرات دول، لا مش مشاركاتهم بس دي اقصى حاجه عملوها يعني. بالظبط اقصى حاجه عملوها ان هم وصلوا دور ال 16، وفي كل مره كانوا بيوصلوا فيها دور ال 16 كانوا بيخرجوا. حد عايز يجرب؟ ده منتخب بقى اللي هو جو لم يحالفه الحظ ولعنه مش عارف ايه حماده شلح اللي كان بيدربه من 40 سنه والحاجات دي، عارف ايوه بس هيطلع مين بقى؟ حاجه اسكندنافي؟ حاجه منتخب حصان اسود دايما كده، او مش حصان اسود اللي هو دايما اللي هو الفاميليار فيس. ايوه وبعدين اللي هو دايما في تحس إنه المجموعه بيبقى هيعمل ماتش. حاجة. ايوه تحس. انا نفسي يبقى مكسيك مثلا، بس متهيألي المكسيك راحوا دور ثمانيات. هل حد فيكم هيحب ياخد لا. ريسك؟ الهنت اللي بعده ايوه هو ان المنتخب ده شاركوا في كل كاس عالم من 98 لحد كاس العالم الحالي 2026. حاسس انه منتخب من المنتخبات اللي تصفياتهم سالكه، كولومبيا او اوروجواي. يعني الاتجاه بتاع فوق امريكا، صح. فوق او اسيا. انت عارف الاجابه صح؟ اكيد طيب. بص نعمل اتفاق. انا هقول اوروجواي وانت تقول كولومبيا. ليه؟ لا طيب انا هقول من ناحيه اسيا. طب اسيا؟ لا انا ممكن اقول بس هتقولوا فاهم؟ لا هستنى طبعا. ماشي. هو كتب اهو. الهنت الاخير استضافوا كاس العالم في 2002. كوريا ان شاء الله. كوريا الجنوبيه. الجنوبيه. ماشي، انت ما رضيتش تكتب نفس اجابته. هي كده اكيد واحده من الاثنين دول. دول استضافوا كاس العالم. ايوه يا كوريا. ايوه لا هل هي كوريا؟ يا اليابان. هي اليابان. انت فور ذا كونتنت ضيعت على نفسك نقطة. لا بس انا ايه ده، وانا كنت ممكن اكتب نفس اجابته. ممكن تكتب نفس اجابته. ايه ده بجد؟ انا ما بفهمش. والله انا بحبك يا جدع. هي دي الناس اللي المفروض نلعب معاها. ماتش الدور الثالث ده الماتشات ايه الحلوه. ده، انا كنت ممكن اكتب اجابته حتى لو يا عم كتبها. تكتب اجابته طبعا. المنتخب اللي بعده، ايوه الهنت الاولاني هو ان حارسهم الاساسي بيلعب في نادي اشبيليا. ده كده الهنت الاولاني حاليا. حد عايز يكتب؟ لا ما حدش يكتب. اللي بعده، لعبوا ضد البرازيل كذا مره في كاس العالم، بس عمرهم ما خسروا قصادهم. عمرهم ما خسروا قدام البرازيل. عمرهم ما خسروا قصاد البرازيل في كاس العالم، وحارسهم الاساسي بيلعب في نادي اشبيليا. حارس هذا المنتخب الاساسي. حارس هذا المنتخب الاساسي. هل حد انت عايز الدوله ولا انت عايز المنتخب؟ ما فرقتش بقى دوله من المنتخب. ماشي. الثالث، المنتخب ده اتأهل لكاس العالم 3 مرات. طيب انا هكتب المنتخب وهجرب حظ. كتبت مين؟ منتخب اوروبي حندوق كده. يلا ده كده سابقوا بنقطتين اصلا. النرويج. ماشي، اكشفوا انتوا كاتبين ايه. انا كتبت صربيا. انت خمنت بدري وكتبت صربيا، وانت استنيت لاخر انت وكتبت النرويج، وكويس انك استنيت لاخر انت عشان هي كانت النرويج. المنتخب الثالث، الهنت الاولاني، المنتخب ده اوروبي وتعادلوا ضد الجزائر في كاس عالم حديث. تعادلوا قدام الجزائر في كاس عالم حديث. هتلاقي حاجه في 2014 بقى لما الجزائر تتاهل. هي دي اللي جايه على بالي. مين بقى اللي كان في المجموعه؟ انا مش ما فاكر. تعادلوا مع المانيا، وبعدين المانيا في الاكسترا تايم، بس قصدي في المجموعات بقى. هتلاقي التعادل ده كان في المجموعات. بس انا شايف عز مختلف تماما عن في اول حلقه. في روح. ايوه كان مستسلم خالص. لا اصل يوسف مش هداف زي الاول. والله دي ما كبرنا بقى. طب استنى بس. ايوه انا هستنى الهنت الثاني. ماشي يلا. هتستنى الهنت الثاني.
ماشي وانت كمان. اه طيب الهنت الثانيه، جم الاخير على مجموعتهم في كاس عالم 2014. منتخب اوروبي حقير لانه 2014 دي بطوله ما جابوش ولا نقطه. انا ما قلتش جابوش نقطه، قلت الاخير على أيوة. يعني ممكن يكونوا جابوا نقطه. اخير على مجموعتهم. استنى انت قلت ايه؟ اخير على لا الهنت الاولانيه كانت ايه؟ اتعادلوا مع الجزائر في كاس عالم حديث. هو في 2010 المنتخب ده اتعادل مع الجزائر ولا الجزائر كسبته؟ المنتخب ده اتعادل مع الجزائر. طب بس واتر ذا اودز ان هم يطلعوا اخر مجموعتهم في 2014. اوف انت قلت لو ده- دي انت كتبت؟ انت قلت ماشي. هتاخد ريسكات. طيب انتوا كده ما حدش فيكم استنى الهنت الاخير. أوف. عايزين تسمعوا الهنت الاخير؟ اه كسبوا كاس العالم على ارضهم قبل كده. اوه هو منتخب ايه ده؟ انجلترا. انتوا الاثنين صح. عاش يا جماعه. المنتخب اللي بعده الهنت الاولاني. ماشي. المنتخب ده منتخب افريقي اتاهلوا لكاس العالم 5 مرات. اوكي ده اول دي المعلومه. دي المعلومه. منتخب افريقي تاهلوا لكاس العالم 5 مرات. عايزين أوكي. تسمعوا اللي بعده؟ انا احب حد أسمع عايز اللي يريسك وانت عايز تسمع بعض؟ اللي بعده حاسس ان عارف. هم انهم كانوا اصغر منتخب سنا في كاس عالم 2006. منتخبهم معدل الاعمار كان اصغر منتخب سنا في كاس عالم 2006. عندي تخمين يا رب ابقى صح. هاخد الريسك. انت قلت هتاخد ريسكات المره دي. طب ايه، ما اسيبه ياخد الريسك واسمع انا الثالثه؟ ممكن انت كتبت. متقدم كده ممكن. هو كتب خلاص. هتسمع الثالثه لوحدك. مش نسمع الثالثه. دايما الثالثه بتسهل. الله اعلم انت جبتها صح ولا لا. الثالثه هي انهم وصلوا لربع النهائي في كاس عالم 2010. ماشي طلعت صح. ماشي. غانا عايش. بس خدت شفت انت عامه في اول ماتش ليك في الفيديو الاولاني كنت تبقى عارف الاجابه وتقعد تستنى. كويس انك خدت ريسك المره دي. اخر منتخب في الراوند ده الهنت الاولاني، المنتخب ده كسبوا نفس العدد من نهائيات كاس العالم قد اللي خسروهم. يعني كسبوا اكس خسروا 2 وخسروا اكس. بالظبط. عايزين تسمعوا الهنت اللي بعده؟ انت قلت ما قلتش العدد. ما قلتش العدد بس هو نفس دي العدد. هي فيها يعني والله. كسب واحد خسر واحد، كسب اثنين خسر اثنين، ايا كان بقى العدد ده قد ده. الهنت الثاني، خرجوا من دور المجموعات مرتين ورا بعض. كنت هي اللي انت عايز تكتبها؟ والله هي اللي كنت عايز اكتبها من الاول والله. انت عملت كده في والله الأول. هي اللي كنت عايز اكتبها من الاول والله. محدش فيكم يستنى الهنت الاخير. لا خلاص. الهنت الاخير هم انهم وصلوا لنص النهائي اخر مره استضافوا كاس العالم. انت كاتب ايه بقى؟ هو كاتب المانيا. انا كاتب المانيا والله لانك المانيا كنت عايز اقول من الاول. حسيتك عايز تقول والله كنت عايز اقول. وقعدت تقول في الاول هتاخد ريسكات. ما ده خدتش. وصلوا 3 فاينل ورا بعض من اسمه ايه لحد لحد 94. لا مش 94 بس جيم حلوه. لا بس حلوه. جيم حلو والفرق لسه قليل. هنخش على اللعبه اللي بعدها. تاني تحدي هو تحدي مين أقرب. هطلب منهم يخمنوا إحصائية معينة من كأس العالم، واللي هيكتب رقم أقرب للرقم الحقيقي هياخد نقطة، ولو حد منهم قدر يجيب الرقم الصح بالظبط هياخد 3 نقط. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا ريس. في دي بقى مفيش ريسكات. انت كده انت آه. وحظك وانت وتخمينك. ماشي. واول حاجه عايزكم تكتبوها لي هو توقعكم اللي كان فيه كام هدف اتسجل في كاس عالم 2006 على مدار البطوله كلها في كل ماتشاتها اوكي. من اول دور المجموعات لحد النهائي. مش عارف اقول ارقام بصراحه. توقع. ماشي اكشفوا انتوا كاتبين ايه. ماشي وريني. عز كاتب كام؟ 290. لا 200 بس. 200. لا 290 اهو. والله 200 انا طيب كنت ماشي. بص 200. ما انا ماشي. كسب هي عامه هي مش فارقه. 200 انا كاتب 127. طيب خليني اقول لك حاجه، ان مفيش ولا كاس عالم في التاريخ اتسجل فيه 200. اكيد. انت كاتب 127. الرقم الحقيقي 147. بس انت برضه انت الاقرب ماشي. يعني. الحمد لله. كان في كام كارت احمر في كاس العالم الاخير اللي هو كاس عالم 2022؟ في البطوله كلها كام كارت احمر طلع من جيب الحكم؟ لما كده الحاجات دي انا مش هي تخمين يعني. في احساسك ايه وانت بتتفرج شفت كام كارت احمر على مدار البطوله كلها؟ انا مش فاكر احنا كلنا ايه في ماتش مش هقول لك امبارح في في الماتش اللي فات. يلا ماشي اكشف انت الاول المره دي. ماشي انا فاكر ان ماتش الارجنتين يا عم وهولندا ده كان راجل بيقول لنا تفكيره 12. قال 12 وانت عايز 8. ده كان من اقل عامه كؤوس العالم اللي يكون فيها كروت حمراء عشان ما كانش فيه غير 4 كروت حمراء. ايه ده؟ ده كان قليل جدا كويس انا بالنسبه كنت لكاس كاتب العالم. 6 الصراحه لما هو كتب كده قمت عامل 8 في الحالتين انت اللي كسبت. وعايز اقول لك حاجه، الماتش ده عمل ريكورد كده كروت بس كان اغلبيته كروت صفر. كروت صفراء. اوكي. في كام هدف اتسجل في تاريخ كل بطولات كاس العالم من اول 1930 لحد كاس العالم اللي لسه هيتلعب او اللي بيتلعب حاليا؟ ينفع استخدم الكالكوليتر؟ قدامك اهو قدامك مش ايه ينفع تستخدم الكالكليتر بس هضطر ابقى فار معاك. يلا
كده هتستخدمه فعلا؟ انا اطمنت ان في كالكوليتر. بكره الراجل لا مش هستخدم كالكوليتر. عايز يجرب يحسب ارقام كبيره جدا. انت من غير كالكوليتر. من غير هنا كالكوليتر هنا. ايوه بقى. حاسس دي زياده قوي بس أفورت منك. اقلل الرقم ده شويه يمكن ايه. تخيل. يمكن ماشي الراجل عمل حساباته الرقم ده شكله حلو. الرقم اللي عندي ده شكله حلو. عايز تكشف انت الاول المره دي. 2500 2300 1330. ليه الرقم الحقيقي هو 2720. يعني اكتر اصلا من اللي انتوا ايه ده؟ انت معاك الافرج بتاع البطولات في اللي فاتت. بس هو ما ساعدش كالكوليتر. لا بس برافو عليك. لا ايه ده انا فاكر الدنيا اهدى من كده شويه. لا في كوس عالم كتير اتلعبوا. ماشي. طيب اللي بعده اسبانيا سجلوا كام هدف في كاس عالم 2010؟ انت مالك قلبت عبد العزيز ليه؟ وانا بجيبهم صح. يعني هو عبد العزيز بس من غير النقط. مش فارقه كمان اصلا. عارف كاسياس انت كان بيسال على حد. بيتهيألي اقل يا يوسف والله كمان. ماشي اخر كام اخر ثانيه اهو بس خلاص ماشي. ماشي يوسف كتب. يلا عايز يلا. استنى بس. لا استنى ايه. لا خلاص 12. ماشي عايز كتب 12 ايوه وانت هم كتبت جابوا 5. 5. يا نهار اسود. طيب هم كانوا اقل منتخب يكسب كاس العالم بعدد، يعني اقل منتخب أيوة يسجل صح. ويكسب كاس العالم. بس مش درجه 5 برضه، ده انا رقم كنت كاتب 7 ومسحتها. 7 كانت هتبقى قريبه جدا. الرقم الحقيقي هو 8. اوكي فانت لسه اقرب اوكي وانت اللي خدت النقطه. ماشي. واخر حاجه النهارده عايزينكم تتوقعوها هي عدد الفاولات اللي اتعملوا على مارادونا في كل بطولات كاس العالم. اوف حلوه دي. اتعمل عليه كام فاول وهو بيلعب في كاس العالم؟ ماشي في رقم جه في دماغي كده على طول اكتبه. اكتب. رقم شكله حلو. ماشي. هو في البطوله اللي هو استبعد منشطات دي بتاعت 94 دي حقيقه. فاحنا معانا لعب 90 و86 و82 بس هم دول اللعب الثلاثه دول. ماشي اكشف انت الاول يا رو. انا 390 فاول. يا نهار اسود. يا لا بص هقول لكم حاجه، اقول لكم معلومه بما ان انتوا الاثنين خلاص كتبتوا. هو اكتر لعيب اتعمل عليه فاولات في تاريخ كاس العالم. طيب انت كاتب كام؟ 24. 24 فاول. حرام عليك، ده ممكن يكون كان عايز احط صفر. ايوه انا كان عايز احط. 240 فاول. انت لو كنت حطيت صفر كنت هتكسب. ما انا 240. لا. اكيد مش 24. في حد هيتعمل عليه 24 فاول. الكاميرا جابتها. من انت اللي شديت مني لا. انا مش مكمل لعب. انا عايز اقول حاجه. انا مش مكمل لعب. مارادونا اتعمل عليه انت هتعرف مارادونا اكتر مني اكيد. 100 انا اعرف مارادونا 152 فاول. فطبعا مش لدرجه 390. يعني هو اقرب برضه. 240. لا يا عم هو كاتب. يا عم انا لا، كاتب أيوة، 240. انا اكتب أنا- 24 فاول ازاي بس؟ هي في كام؟ حد ده هو في الماتش الواحد هي هيتعمل كام؟ عليه هي كام؟ 24. 147. طيب يعني مين اللي اقرب؟ 240. هو لو هو كاتب 240 لا، هو أقرب. 24. 24. انا ليه اكتب 24 بس هو برضه اقرب كده. تصدق؟ ايوه ولا ما انت جيت اعرف في كل الحالات. بس أنا لأن ليه هو بقى أكتب؟ قوي برضه. 306 ده كان مات يا جدع. انا قلت بقى ايه كانش بيجيبوا من قفاه بقى وكده كانش هيكمل لا. عايز انت جبت 3 نقط في الجيم ده وانت جبت نقطتين، معناها ان الفرق بقى 3 نقط 11 8. لسه فاضل كذا جيم. خش على اللي بعده. بس قبل ما نخش على اللي ما بعده تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوا حلقه الفاينل اللي مش هتبقى دي احلى الفاينل احلى اكيد بين انا وعز، لكن استنوا بقى حلقه الفاينل للاسف اللي بين عبد العزيز يعني دي حلقه حلوه تتفرجوا فيها دي حلقه روح رياضيه جميله ولعب. تقعدوا تعملوا كده. اعملوا عليها ديسلايك. لايك يا جدعان وسبسكرايب عشان ما تفوتوش الفاينل. يلا نخش على الجيم اللي بعده. التحدي الجاي هو تحدي طلبات اللعيبه. كل واحد منهم هيكون قدامه 3 لعيبه و3 اكلات، وهيكون لازم يخمن انهي اكله هي اكله كل لعيب المفضله، وكل توقع صح هيجيب لهم نقطه. كل لعيب من دول قال قبل كده اكلته المفضله ايه. محتاج تماتش كل لعيب باكلته المفضله. كل واحده هتجيبها هتاخد نقطه. طبعا صعبه. هي صعبه جدا اكيد. في احساس، هي لعبه احساس. ما هي انت عارف في حاجات بقى انا مش عارف الافيهات بتاعتها، يعني مثلا هل هو عشان دوناتيلو فممكن يكون بياكل بيتزا؟ ده كده انت دخلت هل قوي. مثلا الجول الانجليزي ممكن يكون بيحب الحاجه القريبه من ماكن تشيز؟ هتخمن ايه؟ هخمن ماشي بدري بيتزا. بدري مع البيتزا. البيتزا في برشلونه خرافه معروفه صح؟ كده انت عندك مبابي وبيكفورد ومعاك دونر ومعاك طبق باستا. اعتقد دونر. انت هتقول بيكفورد مع الدونر وهتقول امبابي مع الباستا. ماشي هندخل يوسف يخمن هو ماشي. وبعدين اقول لك جبت كام واحده صح. اوكي طيب خلينا نفكر لحظه واحده. حلو. بيكفورد انجليزي. حلو. في انجلترا حوار الكباب دونر ده ممكن يكونوا بياكلوه.
ماشي انا بخمن معاك بس ماشي انا امبابي راجل حب الفلوس وبقى راجل القرش ماشي في ايده، فاكيد بيتعشى في اماكن فانسي بالذات لما صاحب جديد كمان وارتبط جديد. لا ده عمال يسافر ماشي. ايطاليا وسايب مدريد. فبقى ممكن يروح مطاعم ويتذوق الباستا بالمش عارف ايه. حلو. بيدري ده عيل مراهق، فمراهقين سهله اكله بالنسبه لهم سريعه هي البيتزا. فانت هتخمن الترتيب. السهل ان الناس تقول امبابي دوناتيلو بتاع باريس والحاجات دي ياكل البيتزا. بس انا تخميني ان ولا بيدري ولا امبابي هيعرفوا ايه الدونر كباب ده اصلا يعني، ماشي. ولا هيبقى عندهم فكره ايه ده فانت أصلاً. هتحط ده مع بيك. ده مع بيكفورد. حلو. والباستا دي امبابي مع استر يقعدوا ياكلوا باستا، والبيتزا دي اكيد بيدري وهو مراهق اكيد عنده كام سنه 21 22 سنه اظن عدى كده دلوقتي ممكن 24 يا بس يعني مراهق. صغير برضه صغير اكيد. هل بس عندك تاريخ التصريحات دي كانت امتى؟ لما بنحب الحاجات دي لا الصراحه ما عنديش التاريخ. يعني انا تخميني انه اكيد البيتزا ده طفل مراهق، اكيد امبابي مش هيقول انا بحب البيتزا تبقى غريبه يعني. ولا بيكفورد ده ما بحبوش اصلا يعني، مش منطقي ان هو يقول فدي انا متاكد منها دي. حلو. بتقعد غلط بشكل وحش قوي. لا مش شرط ممكن كلهم يغلطوا. امبابي بيحب الدونر كباب على اساس ايه؟ لعب فين في دونر كباب؟ حلو. يعني فاهم اللوجيك. فرنسا دي اكيد مش هياكل دونر كباب، ممكن اكشلي ياكل باستا في فرنسا مطعم ايطالي حلو او بتاع، فانا هقول كده. المنطق جميل. تعال ندخل عز ونشوف مين فيكم كم خمن ايه صح. انتوا الاثنين سبحان الله خمنتوا زي بعض بالظبط بالملي. وانتوا منطقكم كان قريب يعني، كلكم قلتوا المنطق انا كان منطقي انه امبابي مع استر في باريس اكيد اكل باستا واتعشى. هو اصلا ساب مدريد وهرب على ايطاليا. فاين دايننج بالظبط. وبيدري ده مراهق بياكل بيتزا هيعرف عشان برشلونه. هو قال برشلونه مشهوره يا بالبيتزا. سلام بقى ما اعرفش. وبيكفورد هو الوحيد اللي هيبقى عارف الدونر كباب ده عارفه منين. بيكفورد اكلته المفضله هي الدونر. الله. فانتوا الاثنين معاكم نقطه. على فكره احنا كده اجاباتنا زي بعض، انا بفرح ليه؟ طيب ماشي. وبادري اكلته المفضله هي البيتزا. ايه ده؟ ومبابي هي الباستا. ايه ده؟ احنا قلنا صح. ايه ده؟ جبتوا الثلاثه من ثلاثه. مش مصدق الصراحه. ايه ده والله تفكيرنا صح والله. انا بقول ده نهائي. طب انا هسألك سؤال، انت ما استغربتش؟ استغربت لما هو جابها. ايوه. قلت يوسف هيزعل قوي وبعدين انت جبتها. يلا على بعض. ده حلوه دي والله. قبل ما نبدا الجوله اللي بعدها، سؤال الحلقه للجمهور. انا عندي سؤال حلو. سؤال حلو؟ اقوله ماشي خلاص. مين؟ السؤال الحلقه المره دي من يوسف. ايوه. مين هو اللاعب وما هي جنسيته وفي اي نسخه اللعيب اللي سجل في نسخه كاس عالم واحده 13 جول ولا 14 جول حاجه كده؟ ولا 14 يعني هو 14 13 جول. هو سؤال متحضر نص بس السؤال حلو قوي بس 13 لعيب في نسخه واحده والرقم ده مش هيتكرر تاني طبعا. ما حدش هيكسره. مستحيل الصراحه. من هو وما جنسيته وفي اي نسخه؟ حلو. اكتبوا في الكومنتات وهنختار واحد من اللي هيجيبها صح هيكسب كريدت من طلبات في محفظته. ويلا نبدا الجوله اللي بعدها. التحدي الجاي هو الأخير كسبان. هطلب منهم يقولوا لعيبة حققوا حاجة معينة في كأس العالم، لكن لازم يخلوا بالهم عشان كل متحدي عنده 3 أرواح بس، يعني 3 غلطات وهيخسر التحدي. اول جوله عايزكم تقولوا لعيبه شاركوا في 3 نسخ او اكتر من كاس العالم. معاكم 3 غلطات. الغلطه الثالثه هي اللي هتخسرك. كل واحد معاه باس واحد. نبدا هنا. رونالدو. اي واحد فيهم. كريستيانو. ميسي. رونالدو الثاني. كوفي. كارلوس. بقول له مالديني. سونج الكبير. يورجن كلينسون. لوثر ماتيوس. توماس هاسلر. مارادونا. باتيستوتا اكيد. بيكهام. متهيألي المجموعه بتاعت سيدورف والعالم دي يعني سيدورف. انت هتقول مجموعه كامله سيدورف. كده اول اجابه غلط. كده انت خسرت روح. ثانيه واحده يا جماعه. ماشي هنري. سيرجيو راموس. ماشي راموس صح. رافائيل ماركيز. صح كده. اوتشوا صح. اوتشوا صح. نوير. كلوزا. كلوزا صح. خد دي بقى. بلانكو. صح. متهيألي راؤول هيطلع. راؤول جونزاليز. راؤول صح. ماشي ما دام راؤول صح المفروض بويول تبقى صح. بويول صح. بيبيتو. دي ماريا. اعتقد ايالا ممكن أيالا؟ تنطبق عليه اللي ينطبق على باتيستوتا. مش ايالا للاسف ما لعبش في 2002 معناه ان هو شارك في 2 بس. كده انت خسرت روحين. الاجابه الثانيه الغلط اللي جايه أوت. هتخسرك. فيليب لام. كاباز. شفاينشتايجر. يبقى شفاينشتايجر صح. طب ما توني كروس ما هو رجع في اخر كاس عالم. لعب 10 صح. لعب 10 14 وجاب صح اصلا في 14 ولعب 18 يبقى صح. روني. طيب في الناس بتاعت اسبانيا بتاعت برشلونه دول مين بقى كان معانا مكمل من 2006 بطوله 2006 10 14 او قول واحد فيهم. بوسكاتس. باتريك فييرا. ممكن نقول كلود ماكليري. للاسف ما كان لعب في 2 بس. دي كانت 3 غلطه.
فللاسف كده جو خد اول يلا. جوله. ماشي، يبقى كده الفرق بقى نقطه واحده بعد ما جو كسب الجوله دي. هخش في اخر جوله من اللعبه دي. عايزكم تقولوا لعيبه سجلوا هاتريك في كاس العالم. اول واحده كانت اسهل، الثانيه اصعب شويه. ده؟ انا مش فاكر غير كلوزر. هتقولوا؟ ماشي كمان مش هقوله. انا كده هتغلب الجوله من مش فاكر غير كلوزا ومش هقوله. ماشي. ماشي، كلوزا هنا. هقول رونالدو كريستيانو. اكيد ميسي عملها. ما عملهاش. ميسي ما عملهاش. كده سترايك هنا. ماشي. باولو روسي. باولو روسي صح. جيرد مولر عملها. جيرد مولر عملها. نرجع هنا. كيمبس. ماريو كيمبس غلط. كده سترايك هنا وسترايك هنا. نرجع هنا. نرجع هنا. دافور شوكير ما يكونش عملها. شوكير، هل شوكير جاب هاتريك في كاس العالم؟ الاعداد بره بيقولوا 98. ما عملهاش. يبقى هنا سترايك تاني. نرجع هاري هنا. كين. هاري كين. هاري كين صح. نرجع هنا. انتوا في واحد انا مش قادر محدش يجيبه قاله. مين بيليه؟ انا مصدوم يعني. بيليه؟ هو بيليه عملها؟ ده جسك؟ لا بقول ده اخر جس ليك، لو جبتها غلط هتخسر. هتقول بيليه؟ خلاص يعني هيحصل. بيليه عملها؟ بيليه عملها. مين الجس؟ قول لي. لا طيب ماشي. بس انت تضربوا نفسكم بالجزمه انا ما خلصت. ماشي. شفاينشتايجر في 2006 في مركز الماتش الثالث والرابع قدام البرتغال. الاعداد بيقولوا اجابه غلط. ازاي؟ نعم. في واحده اتحسبت اون جول. نعم. معانا فار. والاعداد بره بمساعده الدكتور عايز هو اللي ادونا المعلومه دي. طيب. يبقى كده سترايكين هنا وسترايكين هنا. الاجابه اللي جايه غلط هتخسر حد ماشي. فيكم. وانتوا الاثنين معاكم باس. ماشي. عشان انت الغلطه هتخسر. باس. باس. انت برضو معاك باس. امبابي. امبابي في نهائي كاس عالم وفي نهائي كاس عالم الاخير. يعني بتهزروا وعمالين تروحوا هنا وتجيبني هنا وكيمبس من هنا. يا جدعان امبابي يا جدعان. اخر كاس عالم. اخر كاس عالم وفي نهائي العالم كله. انت تلاقيك اصلا كنت عارف مليون ريل بس. رجعت لك تاني ومعكش باس. رجعت لي تاني ومش معايا بس. هو الراجل ده كان اسمه ايه؟ مين الراجل؟ استنى. انا تقريبا عارف هو عايز يقول ايه بس صعب قوي يفتكر الاسم. بس للاسف الوقت بيخلص محتاج اجابه. الراجل ده كان اسمه ايه؟ مش عارف ليه عايز اقول فان بيرسي بس حاسس ان هي غريبه. هتقول فان بيرسي. او ديفيد فيا. يعني فيهم اللي صح؟ لا انت ايه ده مفيش ولا ده ولا ده؟ لا اختار. فكرت اسمه. يا انت رب انت يطلع قلت فان بيرسي. الاعداد بره بمساعده الدكتور عبد العزيز بيقولوا فان بيرسي ما عملهاش. وده معناه ان انت برضه خسرت الجوله دي. معناه ان يوسف عوض الفرق. صح. الراجل بتاع انجلترا في 66 أيوة. اسمه حاجه ويست باين لا. ولا؟ فورست. ايوه. لا هيرست. هيرست. ايوه. جيف هيرست. جيف هيرست. كان الوحيد اللي سجل في نهائي هاتريك من أيوة. قبل مبابي. كده انت كسبت الجولتين بتوع الاخير كسبان. وده معناها ان انت كنت بعد ما كنت عملت وراه عملت ريمونتادا بقت فرق نقطه ليك. وحاليا 15 14 وهنخش في الجوله الاخيره. ودلوقتي دور اخر واهم تحدي. كل واحد منهم هيكون عنده فرصه يجاوب على نفس ال 15 سؤال عن كاس العالم، وهيكون عنده دقيقه ونص يجاوب فيها على اكبر عدد منهم، وكل اجابه صح هتجيب لهم نقطه. معاك 15 سؤال دقيقه ونص هتجاوب على اكتر عدد تقدر منه. هو هيتسال نفس الاسئله دي لوحدها قادره انها تحسب الحلقه. جاهز؟ نبدا على طول. يلا. كاس عالم 1998 اتلعب فين؟ كاس عالم 1998 طلع في فرنسا. مين كان حارس الارجنتين في كاس عالم 2014؟ حارس باص. مصر سجلوا كام هدف في كاس عالم 2018؟ سجلنا صلاح وفتحي في نفسه يتحسب ده؟ لا ما تحسبش. 2. المانيا كسبوا كاس العالم كام مره؟ 4. كانافارو هيدرب انهي منتخب في كاس العالم الجاي؟ 2026. اوزبكستان. انهي منتخب جم المركز الرابع في كاس عالم 2010؟ 2010 كان غانا اللي كان فيه غانا واوروجواي ده صح؟ اوروجواي؟ انهي فيهم؟ اوروجواي. زيدان سجل كام هدف في نهائيات كاس العالم؟ زيدان سجل كام هدف في نهائيات كاس العالم؟ سجل ماتشات 3. انهي لعيب ضيع ضربه جزاء في نهائي كاس عالم 2006؟ انهي لعيب ضيع ضربه جزاء؟ اعتقد ديفيد تريزيجيه. انهي كاس عالم كان اول واحد يتلعب ب 32 فريق؟ 98. انجلترا كسبوا كاس عالم سنه كام؟ 66. مين كان مدرب البرتغال في كاس عالم 2018؟ لا مش فاكر. 14. انهي لعيب الماني كان من هدافين كاس عالم 2010؟ توماس مولر. صح. التايم كده خلص. هندخل جو بعدين هنشوف مين فيكم جاوب. انت دلوقتي سابق بنقطه. ايوه. ولكن في 15 سؤال انتوا الاثنين تسالوا نفس الاسئله. ايوه. دي لوحدها قادره انها ممكن اقول باص عادي. ممكن تقول باص. طب ممكن نرجع للسؤال لا. لو جبنا ما ينفعش. طب معاك دقيقه ونص بس ما ماشي. نضيعش وقت في الاسئله. ماشي يلا. جاهز؟ جاهز. كاس عالم 1998 اتلعب فين؟ في فرنسا. مين كان حارس الارجنتين في كاس عالم 2014؟ روميرو. مصر سجلوا كام هدف في كاس عالم 2018؟ 3. المانيا كسبوا كام كاس؟ ماشي عايز تغيرها؟ ايوه بسرعه. 2 بس. ماشي. المانيا كسبوا كاس العالم كام مره؟
3 كانافارو 3 3 ايوه. كانافارو لا 4 ماشي أربعة. ماشي ماشي. كانافارو هيدرب انهي منتخب في كاس عالم 2026؟ دي معلومه غريبه قوي بالنسبه لي، مش عارف. الصين مثلا. ماشي. انهي منتخب جم المركز الرابع في كاس عالم 2010؟ غانا. لا استنى يا عم، ما توترنيش يا عم. استنى، هو الفاينل ده كان مين ومين؟ ما تضيعش وقت. لا هضيع. استنى، اوروجواي وغانا واسبانيا وهولندا. لا خلاص، باص. ماشي. المانيا. ماشي. زيدان سجل كام هدف في ماتشات نهائي كاس عالم؟ سجل جونين. ماشي. انهي لعيب ضيع ضربة جزاء في نهائي كاس عالم 2006؟ تريزيجيه. انهي كاس عالم كان اول كاس عالم يتلعب ب 32 فريق؟ كاس عالم كوريا واليابان. إنجل- لا 98. ماشي. انجلترا كسبوا كاس عالم في سنة كام؟ 66. مين كان مدرب البرتغال في كاس عالم 2018؟ ما اعرفش. باص. يرزع أو فرناندو سانتوس، بس مش هو، بس في آه. الباص. مين؟ فرناندو سانتوس. انهي لعيب الماني كان من هدافين كاس عالم 2010؟ لا ما تهزرش، السنه بتاع التايم. قول. دي اخر سؤال قول. للتايم، بس أيوة. انت سمعته فهتكمله. انهي لعيب الماني كان من هدافين كاس عالم 2010؟ مولر. ماشي. طب يا جماعه دلوقتي انتوا الاثنين كان قدامكم دقيقه ونص تجاوبوا على اكتر عدد تقدروا تجاوبوا عليه، وانتوا الاثنين وقفتوا في نفس السؤال وفوتوا اخر سؤالين. ايه ده بجد؟ دي حقيقه. احنا زي بعض في كل حاجه. عز قدر يجاوب على 10 صح. من كام؟ 10 من اللي انت سالتهم، اللي هم كانوا حوالي 14. يا نهار ابيض، ايه ده؟ معدل- ده أنا معدل كويس. حلو جدا. ده معدل هايل. ده انا فاكر ان انا بلاوي شويه. لا، وجو قدر يجاوب على 9 صح. بس جو اصلا كان سابقك بنقطه، وده معناه ان في تعادل. ايه ده تالت ورابع فعلا. ده تالت إيه ورابع ده؟ فعلا. حبيب قلبي. عارف انت اللي هو حتى ما بيعملهمش اكسترا تايم. ايوه اللي هو روحوا. روح. هنعمل لكم ضربات جزاء. لا خلاص بقى نروح. طيب يا جماعه، وعشان نثبت ان انا في اول الحلقات لما بقول ان ده كاس عالم ممكن يكون اقوى من كاس عالم حقيقي، ايوه. عملنا حاجه ما حصلتش في كاس عالم حقيقي. ان المركز الثالث والرابع اتقسم ما بين منتخبين، منتخب اليوسف العثمان ومنتخب الاحمد العز. ايوه. فكان النهائي خطير الصراحه. اول حاجه، هو لو انت كنت فضلت بالاجابات الاولانيه بتاعتك كنت خسرت. كان اكتسح. ايوه. بس هو كان يجاوب غلط، بجاوب غلط وارجع. وبعدين يقوم راجع اسمع السؤال اللي بعده يجاوب وارجع صح. اصلح. وساعات يجاوب غلط يرجع يصلحها، بعدين يجيبها غلط تاني بعدين يصلحها. عارف انهي سؤال برضه اللي انقذك؟ بتاع فرناندو سانتوس. الباس بعدين قال فرناندو سانتوس، ولا اقول لك مستحيل يكون هو باس بعدين فرناندو سانتوس. ما تقول يا عم وخلاص. هو فرناندو. ايوه يا هو راجل بجد والله. جت في فرناندو، انا عملت باص. ايوه. ايه ده، هم خلوه يدرب سنتين اربعه. ما كانوا مصرين، ما كله أنا على بجد على قفا اليورو اللي خده، الواحد مع انه فعلا مدرب مش نافع يعني. مش فاهم فعلا الواحد دماغه في المسابقات دي بتهنج ازاي. بس انا فرحان ان احنا قد بعض. الحمد لله. لا هتاخد ايه ولا كمل ايه، ده ده العشق لو في القلب ضايع. صراحه نهايه خطيره، ويمكن انتوا عاملين تقولوا ان ده هيبقى احسن من النهائي. طبعا انتوا ده من وجهه الناس نظر- اللي تقول الحلقه دي يا جماعه ماشي. هتبقى حلقه امتع واحلى واجمل من اي نهائي هتشوفوه ما بين المدعو عبد العزيز والمدعو عمر خالد. عامه يا جماعه اعملوا سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان ما تفوتوش النهائي. واعملوا لايك على الحلقه دي وديسلايك على حلقه عمر عبد اتفرجوا على النهائي وقولوا لنا بعد النهائي انهي واحده كانت امتع ما بين الاثنين. هنشوفكم في النهائي. سلام.